بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وصحه وسعاده. قاعدين بالليل كده ومش عارفه اعمل لهم ايه بصراحه. عندي كيس مكرونه كده وشويه لبن، قلت اعمل. عمرك سلقت اللبن المكرونه باللبن؟ انا هسلقها باللبن. دلوقتي بقى ايه، هنحط شويه زيت، شويه زيت صغيرين كده، مش ياما عشان الزيت بقى غالي يا جماعه. ازازه ب75 جنيه. تمام. وهحط فص التوم ده وانا دقاه. وعندي لبن انا غليان، كان عندي في التلاجة شوية وجبت عليهم شوية وغليته. محمريش التومة قوي كده. هنفضي عليها قيمة ايه، كوباية كده ونص لبن، كوباية لبن. وهنحط عليها كوبايتين مية، ونسيبهم يغلوا بقى مع نفسهم بشوية ملح وواحدة مرقة دجاج. أكلة سريعة، ولو انت مستعجلة هتعمليها في ثواني، مش هتتأخري يعني. مش هتغير يعني. بصي، مسافة كده العيال جعانين هتقومي 10 دقايق تكوني عاملاها، مش هتاخد منك وقت خالص. هزود كمان شوية لبن. حط بس شوية الملح وحبة مرقة الدجاج، واحدة مرقة دجاج. انا حطيت ندعة فلفل اسمر كده وشوية الملح، واحط واحدة مرقة الدجاج اهي، واحط كيس المكرونة على طول كده. مش لازم لما تغلي يعني المية، لا هي كده على طول. اتفرجي بقى على احلى شوية مكرونة زي المبكبكة كده، بس اطعم طبعا. كده العيال اللي عملتها لهم مش هياكلوا. لو عندك حتتين فراخ يا سلام بقى، شوحتيهم مع التومة كده وحطيتيهم صدر فرخة، حتة صدر فرخة صغيرة كده. اتفرجي بقى على الطعم والجمال. سيبها بس دوقي الملح بتاعها كده، مية مية. خلاص هسيبها بقى تستوي مع نفسها كده، واتفرجي على احلى شوية مكرونة بقى بيضة، عاملة زي مش بشاميل، لا هي زي المبكبكة كده، زي ما بتعملي المبكبكة، بس بتبقى طعمها عسل. والكل كده هيقولك الله اعمل لنا كل يوم، تبقى طعمها جميل جدا والله. يلا عشان خاطركم حط شوية لبن كمان. يلا، لو في حتة قشطة بقى، انا عندي قشطة والله بس في الفريزر، راح اطلع حتة قشطة واجيلكم. يا حبايبي حتة قشطة هي تحطها عليها، وزي ما قلت لكم كده، لو عندك حتة فراخ ولا حاجة قطعيها حتة صغيرة وحطها عليها، واتفرجي بقى على احلى مبكبكة باللبن. هنسموها ايه دي بقى؟ انا بعملها كده العيال لما يكونوا جعانين بالليل كده. الدنيا ساقعة والعيال بتجوع يا اختي. اهو ثواني تكوني عاملاه، على بال كده ايه ما يقولوا جعانين، قبل ما يكملوا الكلمة تكوني انت عاملاه. ما بتاخدش وقت لو عندك شوية لبن. عندك حتة قشطة حطيها بتاعت وش اللبن كده، او شارية قشطة حطيها، وندعتين زيت مش كتير، حطي الزيت ياما، او حتة زبدة او حتة سمنة. لو سمنة بتبقى احلى كمان، بس انا ما عنديش سمنة خالص بصراحة. وتحطيها على طول كده، ما تخافيش المية تغلي ما تغليش الكلام ده، لا تشرب بس كده زي اللي بتاكلها في المحلات بالظبط. بس التانيين بقى بيحطوا عليها ايه، جبنة موزاريلا دي اللي هي بتمط دي ساعات، بيبقولك الطبق قد كده شوفي بكام. لكن دي في البيت اهي احلى من البشاميل 1000 مرة، احلى من المكرونة البشاميل. واي نوع مكرونة خلي بالك، يعني عقل، اسباجيتي صغيرة، خواتم صغيرة، عادي مفيش مشاكل، كله بيتاكل، مفيش حاجة بتستنى. اعمليه بس بتعملها كده بالطريقة دي سهلة وسريعة اهي، مش هتاخد منك وقت. اهي شايفة بتغلي اهي، ثواني كده هتكون المكرونة استوت. تعرفين المكرونة بتاخد قد ايه؟ بتاخد 8 دقايق سوا.
يعني زي ما قلت لك 10 دقايق بتكون استوت ان شاء الله. انا مش عايزه افصل الفيديو عشان تشوفوا بنفسكم الوقت، ما بتاخدش وقت كتير يعني. هما كوبايتين ميه وكوبايتين لبن على كيس المكرونه، كيس واحد مكرونه مش اكتر. عايزه تعملي كميه كبيره بقى زودي 4 كوبايات ميه، 4 كوبايات لبن، كيسين مكرونه، ده لو هتزودي. ولازم تحطي واحدة مرقة الدجاج دي عشان هي اللي بتديها الطعم كمان. شايفين الشكل جميل ازاي؟ شكلها بس يفرح والله. كده العيال تاكلها كده ايه احلى من بتبقى سايلة بقى كده شوية يعني، فاهمين؟ يعني انا عندي جبنة ممكن احط لها حتة جبنة كمان، جبنة تركي، جبنة بيضة، اي جبنة ممكن تحطها لها تخليها طعمها عسل كمان. انت كده شكلي يعني من دماغك كده، اعملي الحاجة اللي ايه اللي نفسك فيها. يعني انا بقولك الفكرة بسيطة وانت كملي. يعني ممكن تعمليها بالطريقة دي، لا ممكن تحط لها حاجة تزوديها، حاجة تنقصيها، حاجة ترجع لك يعني. انت بقى ومزاج. وما تعملي الاكل اعمليه وانت جعانة، والله بكلمك بجد. لما تعمليه وانت جعانة هتعملي الاكل مية مية، لكن لو انت شبعانة الاكل مش هيطلع حلو. وما تعملي الاكل سمي، اول ما تسمي تقولي بسم الله الرحمن الرحيم هتلاقي الحاجة اتعملت في ساعتها. وخلي بالك والله انا لو مثلا ايه رايحه اجيب حاجه ونسيت اقول بسم الله الرحمن الرحيم، ابص الاقيها قدامي على طول. كلمه بسم الله الرحمن الرحيم دي بتفتح لك اي حاجه، تخليكي ايه حبايبي. انا بتكلم معاكم عشان انتوا حبايبي، خلي بالكم. انا ما بحبش اتكلم ياما والله، بس انا بتكلم معاكم بقى ايه عشان انا بحبكم صراحه. شايفين حبايبي؟ اول ما تستوي بقى كل الميه دي هتنشف شويه، مش هتبقى فيها ميه كتير كده. بس انا مش هحط جبنه، خسرت الجبنه. خلي الجبنه يعملوها سندوتشات للمدارس، انا لسه هحط جبنه؟ هي كده مية مية. انا لو حطيت جبنه ايه اللي هيجري يعني؟ ما انا حطيت لهم قشطه. امم الطعم جميل. مش عايزه تحطي توم؟ بكلمك كمان اهو. مش عايزه تحطي توم حطي بصل، مش عايزه تحطي بصل ولا توم عادي، ما تعمليش اي حاجه. حطي اللبن والميه، واحده مرقه الدجاج، وسقيت المكرونه على طول. شوفي بقول لك ازاي، يعني بمزاجك انت اللي بتحبي الايه. ممكن ما تكونيش بتحبي التوم، ممكن ما تكونيش بتحبي البصل، ممكن لا بتحبي ده ولا ده. خلاص اعمليها كده من غير اي حاجه، بتبقى طعمها عسل برضه. شويه فلفل اسمر بس زياده عن شويه الفلفل الاسمر، وشويه وحته القشطه واللبن والميه، وواحده مرقه الدجاج، بس مفيش غير كده. انا طولت عليكم قوي، خلي بالكم. انا هستنى هقفل شويه على بال ما تستوي. خلاص كده يا حبايبي انا طفيت عليها اهو، هطفي عليها وكده استوت خلاص. شايفين انا غرفت طبق اهو؟ شايفين جمالها بقى؟ بصوا دوقيها بس. مم. الله الله. والله يا جماعه لو عملت المكرونه بالطريقه دي عمرك في حياتك ما هتعمليها بالبشاميل ابدا. هي كده عسل قوي، احلى من البشاميل 1000 مره. شايفه؟ وثواني العيال هياكلوا. خلي بالك خدت 3 كوبايات ميه وكوبايتين لبن، ها، عشان خاطر المكرونه دي تشرب ميه. فرجي بقى شكلها ولا طعمها. لو عندك حته جبنه بقى مبشوره كده حطيها على الوش، اي جبنه، اي نوع جبنه. وتفرجي العيال هيقولك كل يوم اعمل لنا منها. انا طفيت عليها خلاص، هي بتبقى ايه فيها زي يعني صلصه بسيط كده، عشان هي بتتاكل في ساعتها ما بتباتش. هتعمليها وتاكليها في ساعتها. اتفرجي على الطعم بقى والحلاوه وادعيلي بقى. في ثواني كده لو عيالك جعانين قومي اعمليها، مش تاخدي وقت. طعمها بقى عسل. اما اقولك على حاجه صدقيني والله ما بكدبش عليكي، لو الحاجه وحشه مش هعملها ولا هقولك عليها. يلا حبيبتي اعمليها كده وتهني كده. يلا حبايبي اي حاجه
من بطن العيال وخلاص. مع السلامة حبايب قلبي، مع السلامة.